كنت مرتبطة بإنسان من عيلة كبيرة قوي. ده كان 2010 وكان أكبر مني ب25 سنة. اتعرفت عليه بس يعني قبل ما أخلص كلمني شكرا، أنا اوريدي صورت كلمني شكرا. فأول مرة جه معايا كان يوم الافتتاح بتاع الفيلم، فما كانش بقى بيجي معانا التصوير أو أي حاجة. فشاف الفيلم وقبل ما الفيلم يخلص راح عامل لي كده واداني الدنيا. طالما بتحبيه ما فكرتيش ان انت تضحي بالتمثيل علشانه؟ انا بس اللي زعلني انت عملت كده، انت ما حاولتش تتكلم معايا، طب تتخانق، انت بتهزقني. على فكره ساب مصر وعايش في انجلترا دلوقتي. وانت ما حاولتيش تكلمي معاه تقولي له ليه؟ هو مش عايز يسمع صوتي خالص. انا كنت مخطوبه وخطيبي توفى قبل فرحي ب 24 ساعه. هو مات 7 بالليل وكان كاتب كتابي الساعه 12 الظهر تاني يوم، لان ما كنتش قادره اعيش في البلد. في كل حته بتفكرني بيه، كل شارع، كل ريستوران، كل مكان. يعني خطيبك اللي بتحبيه يتوفى قبل ما بعدين نجاحك الرهيب في ساحرة الجنوب يحصل لك ده، يعني عمرك ما فكرتي قلتي ايه يا رب الحظ ده؟ هل ممكن تكون معمول لك عمل؟ الكلام ده طبعا كان في اعمال. عرفت ازاي؟ مش مين اللي كان بيعمل لك اعمال؟ لقيت حاجه عندك في البيت؟ كان في شجره كده مش حقيقيه جوه الصالون، بلاستيك، وفي الطينه اللي فيها لقيت حاجه كده. شفت حاجه كده مكتوب فيها ايه بقى؟ فتحتها كده والله العظيم بالظبط كده: حوريه بنت نادي تصاب بالمرض ويقف جوازها ورزقها وخلفتها وتصبح طريحه الفراش. انا قعدت اضحك ضحك لما قريت، قلت طب ما يموتوني بالمره. انا فاكره خسيت قوي قوي قوي، ما باكلش خالص، وصلت 49 كيلو، تعبانه، مش فيهاش حيل، مش قادره اقوم، انا مش قادره ادخل تواليت. ايه اللي حصل في الجو؟ حد دخل البيت، لانه مش حدش هيدخل بيتك الا لازم يبقى ليه علاقه بيكي. ليه اتحط لك انت بالذات في البيت؟ والمصيبه كبرى جزء منه اتحقق، بس مين اللي عنده القدره الشريره؟ انت اكيد عارفه مين. حد قريب يعني؟ لا لا انا عرفت مين، بس صديقه؟ مش صديقه، معرفه. صدمه اللي اتعرفتي عليها توصل بيها انها تاذيك للدرجه دي وهي معرفه؟ هل كانت غيره ولا حد مسلطها؟ هي لا ما تهيأليش ان حد مسلطها. طب يعني هي زميله مش عارفه هي بتعمل ايه الحقيقه دلوقتي، هي في المجال بس. طب واضح انها كانت معاها في المسلسل. بعد ما لقيتي العمل واجهتيها؟ ما جاتش حد خالص. ليه؟ انا ما اقدرش اقول فلانه لان انا مش متاكده برضو مليون في الميه، متاكده 95%، بس في 5 لا. انا كويسه يا جماعه، مش عايزه احط في دماغي اعمال والحاجات دي خالص. صحيا بقيت اجمد، ابتديت ابقى احسن، انما اللي ما تحسنش بقى لا هو الارتباط ولا هو الشغل ولا هو الخلفه.